دروس العشر الأول من ذي الحجة لشيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. كان درس الظهر في القلب السليم، والدرس الآن في القلب القاسي ودوائه. في القلب القاسي ودوائه. قال الله في كتابه الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. والشاهد: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القسوة في القلب هي الشدة والغلظة التي تحول بينه وبين الخير، وهذه القسوة لها أسباب. هذه القسوة لها أسباب، إما أن تكون بسبب الغفلة المتمكنة أو الشبه المستحكمة أو الشهوات المظلمة أو الذنوب المتراكمة. فالقلب إذا حصل له واحدة من هذه، أو إذا ابتلي بواحدة من هذه أو بأكثر، صار قاسيا. أما إذا اجتمعت كلها فيه فهنا أمر القسوة فيه إلى الاستحكام عياذا بالله. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: خصلتان تقسيان القلب، خصلتان تقسيان القلب: كثرة النوم وكثرة الأكل. كثرة النوم وكثرة الأكل. بعض الناس يظن أنه إذا أكثر من النوم يعني ينام أكثر من حاجته، ولا المطلوب أن الشخص يأخذ حاجته من النوم، الحاجة التي يحتاج إليها البدن. لكن هنالك من يبقى ينام في غير وقت النوم ويطيل النوم في غير وقت النوم، فهذا من جملة الأمراض والآفات. وإذا أصيب القلب بالقسوة فقد قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلوب. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلوب. كذلك أيضا قال بعضهم: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قسوة قلبه. أعظم من قسوة قلبه، لأن القلب إذا قسى لم يتقبل الخير وصعب عليه أن يتقبله وأن يدخل فيه الخير، نعوذ بالله. ويصير القلب كما قال ابن القيم ناقلا عن شيخه: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. فالقلب إذا صار محبوسا لا قدرة له ولا وصول إلى أن يقبل ما ينفعه. قال ابن القيم رحمه الله: القلب إذا كان رقيقا لينا، إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا، ورسخ العلم فيه وثبت وأثر. هذا القلب إذا كان رقيقا لينا خاشعا خاضعا. قال: وإن كان قاسيا غليظا كان قبوله للعلم صعبا عسيرا. كان قبوله للعلم صعبا عسيرا. ولا بد مع ذلك أن يكون زكيا صافيا سليما حتى يزكو فيه العلم ويثمر فيه
ثمرا طيبا. إذن حاجتنا إلى أننا نسعى في إزالة القسوة من قلوبنا حاجة كبيرة وحاجة مهمة. الله يريد منا هذه القلوب. قال الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجاء من حديث زيد بن أرقم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من 4، ومنها من قلب لا يخشع، ومنها من قلب لا يخشع. الله يريد منا قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وجوارح خاضعة. فإذا رزق العبد هذا فهو عبد صالح في ظاهره وباطنه، وقلبه عامر بأنواع من العبادات العظيمة والصفات الجليلة، أنه قلب يطمئن بذكر الله وينشرح لكلام الله. فلهذا نحتاج إلى أننا نحرص على تغذية قلوبنا بما يسبب إزالة قسوتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشرائع أغذية القلوب، فما تأتي قسوة القلب إلا بالتباعد عن الأغذية. أما من تتابعت أغذيته لقلبه فلا يزال قلبه عامرا بالخير، ولا يزال قلبه قابلا للحق مطمئنا به راغبا فيه محبا له. وهكذا أيضا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الزرع في الماء، كما ينبت الزرع في الماء. فنحتاج إلى الإكثار من ذكر الله. ذكر الله يزيل القسوة كما تزيل النار الخبث من الحديد. ذكر الله يزيل قسوة القلب كما تزيل النار الخبث من الحديد. فهذه من الأغذية، وهذه من الأدوية، وهذه من العلاجات التي يحتاج إليها العبد. قال ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب كالماء للسمك. الذكر للقلب كالماء للسمك. فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ المعروف أن السمك إذا فارق الماء ضربته الشمس وتقلص حتى يتلف، لأنه لا يعيش إلا في الماء. وهكذا القلوب لا تتنعم ولا تتغذى ولا تسعد إلا بذكر الله عز وجل. ولهذا قالوا: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. ذكر الله دواء وذكر الناس داء. إذن هذه الأمور تنفع القلب وتسبب صلاحه وزكاءه وصفاءه وقوته ونشاطه في الخير وإقباله على العبادات والطاعات. نسأل الله أن يصلح لنا قلوبنا. نسأل الله أن يصلح لنا قلوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك. في 2 من شهر ذي الحجة لعام 1444 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com